خش عليا بالمستندات، خش عليا بالملفات، خش عليا بالتكبيس والحركات. شوف يا معلم، قبل كل شيء صلى على النبي واعمل التفاعل اللي في الجنب ده اهو، استمنخ عليه كده من اللايك والكومنت وعدت النشر، وخلينا نعطيك قصه جميله جدا للي عمالين يتريقوا على بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. إلا الله يهديه الاتحاد الآسيوي، ساب أسماء الدنيا كلها أحسمها لك آسيا 2، فطلع الجماعة البعد هيتريقوا عليها ويقللوا منها. هنا نحب نعطيك تفصيلة مهمة جدا. شايف الاحتفال اللي قدامك ده؟ اما شفته قلت يا نهار ابيض، دي شكلها كده كانت بطوله اسيا للنخبه وكانت صعب. رحت ابحث عن الموضوع لقيتها بطوله كان اسمها بطوله لوسيل. لا ده لوسيل دي اسم سياره، البطوله اسمها بطوله لوسيل. لك على حل يا عم، البطوله اسمها بطوله لوسيل. لوسيل ده اسم الملعب اللي في قطر اللي اتلعب عليه نهائي كاس العالم. لما جم يفتتحوا الاستاد وكانوا عايزين يعملوا ضجه، فعملوا مباراه وديه سامع، وديه رز وملوخيه تقليه وبدنجانيه. هنا اندهشت قلت دي ايه دي؟ ايش البطوله دي؟ قال لك البطوله دي اتلعبت امام الهلال والزمالك. جابوا بطل الدوري السعودي ساعتها وجابوا بطل الدوري المصري ساعتها، مباراه وديه انتهت 1-1 وفاز الهلال بضربات الجزاء الترجيحيه. لكن الغريب الفرحه الملوخيه، فرحه كبيره جدا هستيريه. يا الله، لما تكون فرحانه عشان مباراه وديه تيجي تقلل من بطوله رسميه؟ ده انت دماغك بدنجانيه. عشان كده احب اقول لك اوعى تخلي اي حد يقلل من اي بطوله بها اسم النصر، لان النصر اكبر من اي بطوله. اسم النصر يعلي من شأن اي بطوله. وديك شوف النصر غاب عن بطولة آسيا للنخبة بهتين، لدرجة إن في واحد دخل محبط أمام السد انجلد وانكرش بره وعايش فترة اكتئاب يا واد، بيعيط يا واد، شجع الوصل والأهلي القطري يا واد، من كتر الاكتئاب اللي هو فيه قاعد يعمل ريكفري زي أول الموسم يا واد. سيبك من ده كله، خش عليا بالحركات والتكبيسات والتفاعل اللي في الجنبات. سلام يا طال.